بدقيقة واحدة راح تفهم وتتعلم كيف بقلم واحد ممكن ترسم أي شيء، سواء انمي أو رسم شخصيات حقيقية. فاللي يحتاجه أنا منك ضروري شوية تعليمات أساسيات صحيحة تتلقاها، وشوية صبر، وتبلش تبدأ من الآن. ايش منتظر الآن؟ وقبل كل شيء كل ما أحتاجه منك أنا تحضر بس قلم واحد. جيب يا عمي، جيب أي قلم وورقة بيضاء. لما تشوفني الآن تعلم معي كيف ترسم انمي أو كيف ترسم وجه حقيقي. فبتلاحظ ان انا قمت طوالي خططها جاهز، كملت تلاحظ الرسمة جاهز علقناها. No thank you very much. وانا ما طلبت منك شيء كثير ابدا اطلاقا، انا طلبت منك فقط ورقة وقلم. اللي مش محضر الان الادوات وقف الفيديو الان شوية. جهزت الادوات؟ Are you ready? Let's go. يا جماعة بهذا الفيديو راح أكون معاكم أنا كأني مبتدئ. لو رسمت شخصية حقيقية أو أنمي راح تكون صعبة عليكم الذي هم مبتدئين كأول مرة، تمام؟ فبنتعلم الأساسيات زي الدائرة وكيف توزع وتضبط النسب. أول شيء يا جماعة راح نختار شخصية من مخيلتنا، تمام؟ ثاني شيء راح نعمل الدائرة على أساس تضبيط النسب الموجودة. ثالث شيء راح نتعلم تضليل. فراح نقلب الورقة كده بالعرض عشان تكون كده مبسط وواضحة. أغلب الناس يا جماعة تفضل إنها ترسم الرسم الحقيقي، يعني الرسم بالشخصيات الحقيقية غير الانمي. فراح نخليها بشكل مبسط كجزء واحد. راح نعمل الدائرة وراح نقسمها نصين، بنخلي جزء للانمي وجزء للشخصية الحقيقية، تمام؟ ربما تحصل أشياء مش مضبوطة، بس اللهم انه الفكرة هو ان احنا نفهم تضبيط النسب ونفهم التضليل. والاهم يا جماعة ان احنا نخلي المكان محصور على شكل دائرة ونبدأ نرسم. يلا اول شيء نعمل الدائرة، اعملوها بالشكل المطلوب، مش ضروري تكون الدائرة مضبوطة يعني، تمام؟ ثاني خطوة يا جماعة راح نقسم الدائرة الى 2 اقسام. راح نقسم الدائرة الآن نصين. الشيء الثالث يا جماعة راح نقسمها نصين. شوفوا يا جماعة هذه المنطقة تساوي هذه المنطقة، وبرضو هنا تساوي نفس المنطقة الثلاث، 1 2 3. حتى عادي إذا ممكن تقيسها بالمسطرة طبيعي، ما في إشكال ولا في شيء. بعدين يا جماعة الدغن. الخط الوسط اللي هنا راح نعمل خط تحته يدو خط العين. فلما احنا بنرسم الآن يا جماعة لازم أكون كأني مبتدئ معكم، أوكي؟ يعني كأن أول مرة أرسم. فأشتي الثقة تكون موجودة يا جماعة. جهة راح نخليها انمي الحقيقة. عند التضليل يا جماعة راح تحتاج منديل أو عود إذن. الأنف، بعدين الشعر يا جماعة. فيا جماعة صار عندنا حاليا انمي من انمي اتاك اون تايتن هجوم العمالقة. نمسح هذه الخطوط اللي عملناها من قبل. يلا يا جماعة نبدأ نبلش رسم هذه الشخصية بالحقيقي. راح نبدأ نواصل رسمة الأنف مرورا إلى الحاجب، وهنا بنفس الطريقة راح نرسم العين بس بطريقة مصغرة. شوفوا يا جماعة النتيجة النهائية. أحلى تصفيقة. ركزوا معي يا جماعة. ملاحظين يا جماعة الفرق؟ يعني أنت إذا حابب تكمل شخصية حقيقية ممكن تكمل بنفس الطريقة هذه.
احنا يعني تخيلنا شخصية فقط يعني من الخيال ورسمناها، مش على اساس انها حقيقية لشخص ما، لا بمجرد ان احنا نحفز ونحمس اوكي يا جماعة، واضح الان. وهذه الجهة الثانية يا جماعة، راح تكملها طبعا على راحتك بأي طريقة كانت. تكبر العين، صغرها، الأنف، الفم، كبير صغير. اللي بيحبوا يا جماعة الانمي اكتبوا لي بالتعليقات عشان ننزل فيديو عن الانمي. هذا لوفي. فيا جماعة أي شخصية تحبوا إنكم ترسموها، سواء كانت شخصيات يا جماعة حقيقية مثلا أو شخصيات انمي أو أي شيء يا جماعة، تمام. أي شخصيات تحبوا إني أجهز لكم فيديو من البداية للنهاية بالتفاصيل يا جماعة، وكل شيء اكتبوا لي بالتعليقات. وأكثر ناس يا جماعة تحب تفضل الانمي أو الحقيقة راح نرسم ونبدأ من أول وجديد. وهذا الفيديو يا جماعة هو عبارة فقط عن تشجيع الرسامين للبدء بالرسم من أول وجديد. أغلط مرة وأول وثاني وثالث ورابع وراح تفهم شوية. أتمنى أنكم استفدتم. ما أظنش أنه في يعني الأغلب بيستفيد، أن أنا عارف هذا الشيء، بس اللهم أنه يا جماعة أنا موجود. أي شيء، أي ملاحظة، أي استفسار اكتبوا لي بالتعليقات وأنا بشوف وأرد عليكم. أوكي يا جماعة. وفي الناس اللي بيتابعني على الانستغرام ورسمت هذه الرسمة يرسلوا لي الرسومات وراح نعرضها في الفيديو القادم. الرسمة هذه اللي رسمناها قبل شوي يرسلوها لي على الانستغرام، فبحفظها عندي وراح نتكلم ونلخص ايش الغلط وايش نعمل وايش نسوي في الفيديو القادم. تمام يا جماعة، واضح كل شيء. لا تنسوا المتابعة او اشتراك، لايك، شير، منشن لكل اصحابك، خلينا نستفيد. ودمتم في حفظ الله ورعايته. سلام.